حاجة بقى يا دكتور، يعني نصيحة كده لكل حد عايز يعمل فيلر، نصيحة كده قولي لنا نعمل ايه؟ نصيحة أهم شيء يا بنتي، اختاري المكان اللي هتتحقني فيه، اختاري الدكتور اللي هيحقن لك. الدكتور مش أي حاجة تانية، ما ينفعش يكون حاجة تانية تحقنك فيلر. مش هنقول ده إجراء تجميلي، هو مش ميك اب، ده دكتور. لازم يكون دكتور، ده هو اجراء تجميلي طبي، هو اجراء يعني طبي في الاول وفي الاخر. لازم يكون طبيب، لازم يكون دارس ببساطه شديده اناتومي، التشريح بتاع الجسم البشري. عارف ليه دكتور؟ ما احنا مش بنقول دكتور عشان يبقى هو يعني مش مجرد يعني الجمله دي مش بنحطها انعاره فارغه، احنا بنحطها علشان ده اللي دارس التشريح بالزبط. ده اللي عارف العضلات بتاعتك فين، عارف الاعصاب فين، عارف الاورده الكبيره بتاعت وشك فين، يبعد عنها وهو بيشوف. طيب يبقى اهم حاجه يا دكتور ان احنا نروح المكان المناسب بالظبط، ونختار والدكتور هيختار لنا الحاجه المناسبه للمكان اللي احنا عايزين نحقنه بالظبط، والحقنه تكون مظبوطه، ونشوف الترخيص وتاريخ الصلاحيه. مش بقول لك احفظي الانواع، بس شوفي الترخيص وتاريخ الصلاحيه. ماشي، ميرسي جدا يا دكتور، بنشكرك.